السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. النهارده في محادثات ثلاثية بين كل من الأطراف الثلاث حول الجهود المبذولة من كل الأطراف لدعم سد النهضة والضغط على مصر من قبل دولة المنبع، وتجري المباحثات حول حلول دبلوماسية بعدما تتضاعف الجانب الأثيوبي في الاتفاق المبرم من قبل الحكومة المصرية والخارجية المصرية. تابعونا بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني مع الأسئلة مع السيد نهران تبع الجانب الأثيوبي، فاحنا هنسأله بس حول سد النهضة. سيد نهران السلام عليكم. بالنسبة لسد النهضة، انتوا ليه عاملين مشاكل مع سد النهضة ومع مصر؟ انتوا ايه اللي انتوا عايزينه بالنسبة للمية؟ المية حق اثيوبيا، ولو السد باظ هعمل عقال ولازم نسد المية. طيب مصر تشتري المية. مصر مصر تشتري المية. مصر تشتري؟ مصر تشتري؟ مصر تشتري المية. خلاص اقعد. طيب احنا هنشوف رأي التحكيم الدولي بالنسبة للمية، وهنسأله التحكيم كان ليه رأي قبل كده، والمية مش بقول من حد مصر، فاحنا عايزين نسأله التحكيم الدولي بالنسبة لمستر جون المية والسد وحد مصر والسودان في المية. فاحنا عايزين نشوف رأي حضرتك ورأي التحكيم الدولي بالنسبة للمية وسد النهضة اللي اثيوبيا عايزة تخش علينا المية بيه. فالتحكيم الدولي نشوف رأي حضرتك. المية أول حاجة ايوه حق اثيوبيا، تاني حاجة حق السودان، تالت حاجة لو فضل حاجة لمصر. طيب الكلام ده ما كانش كلامك لما انت وريني اللي فيك انت خدت ايه؟ ده الكلام ده بعد انت ما خدت الرشوه؟ اه هو دي التحكيم الدولي؟ يلا